ورحمة الله وبركاته. نبدأ في تحضير الملوخية. ملوخية صراحة طبخة لذيذة، واللي ما يعرفهاش مش حيقول طيبة إلا لما يتذوقها يستمتع بها ويحبها. مكوناتها اللي هي بصل لشخصين، هذه الملوخية بنديرها لشخصين، بصل ربع، طماطم معجون، فلفل أحمر، بصار، ملح، مية، ملوخية 4 ملاعق يعني كواب، يعني 4 كواشيك ولا إلا معالق. ملوخية مرحية اللي هي هذه خضرة، وزيت الزيتون مع بعض. صبينا زيت الزيتون زي توا، لازم يكون معقول، مش شوية ومش هلبة. يعني أول حاجة نسخن زيت الزيتون زي توا، ونضيف له البصل، يتقلى. أول حاجة يعطي يعني البصل ما ينحرقش، ونفس الوقت يعطي بنته في وسط الزيت بالطريقة اللي تشوفوا فيها توا. قدمنا البصل. حاولوا يا بنات ما نحرقوش البصل، اللي حتى صحية مش كويس. هيك زي توا هيك بس تلقي البنة اللذيذة هذيكاية متاع البصل طول على طول نحطوا عليه الملوخية الخضراء زي توا، ونبدأ نخلط فيها زي توا وهي وسط الزيت توا. شوفوا لازم يعني تتقلى مع الزيت، حتى لاحظتي ان الزيت شوي عادي زيتي، حلاوتها بالزيت، هي زيت الزيتون بالذات. خليها تاخذ يعني غلوة في الزيت بس بدون مية زي توا، ترتخى بشوي بشوية زي ما تشوفوا فيا توا. هذه راهو زي ما نقولوا وجبة بسيطة لشخصين 3، يعني هذه طنجرة تسد شخصين 3 وتزيد. راه أنا بس بعطيكم الطريقة الحلوة اللي أنا جربتها. يعني لما نجرب حاجة أنا مظبوطة 100% عندي متقية إني نعطيها للناس. فشوفوا لازم تتقلى زي توا بالزيت بالطريقة هذه. في اللي يدير فيها يعني زي ما نقولوا مش بالطريقة هذه بالمية بس أنا هذه أحلى لذيذة وطيبة، وإن شاء الله بإذن الله لو أنكم تجربوها هتشكروني بإذن الله. وتوا بعد ما تقلت ناخذوا اللحم على حسب انتو يعني الموجودين عندكم. يعني هذه نفرين زي توا اللحم، واهم حاجه يكون اللحم خروف وتجي طعمتها حلوه ولذيذه. ونصب على طول الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي توا هي حتعقد معاك، لكن هي تبي فترة ولو ساعة على النار أو ساعة ونص، لأن صعب ثيابها حتى توقف على دهانها. احنا نقولوا بالليبي حتى توقف على دهانها. لما توقف على دهانها معناها خلاص طابت. وتوا بنزيدها مية، هتشوفوني ورق الغار كذلك باش يعطيها نكهة. وعطيناها ميتها الكويسة. تو شنو باقي؟ نكملوا باقي الأعداد لتحضيرها. ناخدو يعني على حسب في اللي يحب كشيك، بابريكا ولا فلفل أحمر. هو هذا أنا بالنسبة لي هذا الفلفل حار، بس هو الأفضل أنها تكون ناشطة باش يعني تستمتعوا بطعمتها. تمام. وناخدو كركم اللي هو بزار مخلط ولا كركم بالعربية، كركم. ناخدو ملح على حسب أنا ندير في كشيك زي توا هيك ملح. ناخدو معجون الطماطم، ما تكتروش طماطم هلبة هيك كويس. توا كملنا المنكهات، حطينا ورق الغار وسطها ونقلبه زي توا،
وهذه انتهت الملوخية. أهم حاجة إنها تطيب، تبي فترة لين ترتخى ويخش جميع المكونات الملوخية مع بعضها، وهي تبي طياب راهو أقل حاجة ساعة، ساعة ونص، لين توقف عليه دهانها. لما توقف على دهانها خلاص إن شاء الله بإذن الله ذوقوا أحلى ملوخية، وإن شاء الله نكمل معاكم بإذن الله وتشوفوها في النهاية. والنتيجة النهائية للملوخية زي توا توقف تختر وتوقف عليه دهانها. هذه ملوخية طابت.